وزير الطاقة جبران باسيل يحذر من أن وضع الكهرباء سيزداد سوءا ويدعو الناس إلى التحرك. أنا ببيتي بالبياضة اللي 4 أيام الموتور منزوع والكهرباء ما عم تجي إلا كتير قليل، وقت اللي عم تجي في عطل بالحي، لدرجة إنه مبارحة بالليل كان عيد ميلاد مرتي وجايين يعملوا لأصحابها سيربريز، اضطروا يظهروا من البيت وأنا أخذت أولادي ونمت برا البيت. كان عندي عرس رحت أحضره كمان بالكنيسة، العالم مش قادرة تقعد والعروس والعريس زرزبوا. هيدا هو الوضع يلي أنا بنبه إنه على الطريقة اللي ماشي فيها بده يسوق، ونحن ما رح نضل متفرجين على يعني الإساءة اللي صايرة بهذا الوضع، والناس عليها تتحرك وما تضلها ساكتة. وأنا عم بدعيها هلأ بشكل هيك، يمكن نضطر نروح لأكتر من هيك بالدعوة. كان في حالة سيئة بالكهرباء بس هلأ عم بتسوق أكتر وأكتر وأكتر بسبب الاحتلال يلي صاير بمؤسسة كهرباء لبنان والتعدي يلي صار عليها ووقف أعمالها بالقوة. هيدا عم بيؤدي انه في كهرباء اقل، في اعطال ما عم تتصحح،